يقول النبي صلوات ربي والسلام عليه: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. كم يحز في نفسي ويؤلمني حينما أسمع بعض الناس ذوي العلم المحدود يتكلمون عن أهل المغرب بالسوء، ويصفون عامتهم بصفات بعض السيئين منهم، إذ أنه لا يمكننا أن نلقي حكما كهذا على أمة كاملة أو شعب بأكمله. فوجود ثمرة فاسدة في بستان لا يعني أن ثمار البستان كلها فاسدة. في كل شيء هناك الصالح والطالح، والله لم ينصب أحدا من البشر ليصنف الناس ويحكم بصلاح هذا أو بفساد ذاك. قد يحلو لأحدهم الحديث عن الفساد في المغرب وعن فساد المغاربة، فلعله لم يخالط إلا فاسدهم. ولكن لماذا؟ ربما لأنه يرتاد المجالس والأماكن التي يرتادوها. المغرب فيها ما يزيد عن 36 مليون نسمة، من العلماء والفضلاء والنبلاء، من الرجال والنساء. فاختصار هذا الشعب في مجموعة صغيرة من أهل المعصية والفساد طريقة يأباها أهل الشهادة والإنصاف. لكن الإنصاف عزيز. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. من يتابع مسابقات القرآن في العالم الإسلامي يعرف جيدا أن أغلب الذين يحصدون جوائز هذه المسابقات ويتصدروها هم أهل المغرب. يستحيل علي في هذه الدقائق القليلة أن أستعرض كل ما سطره التاريخ عن مواقف أهل المغرب، وحتى لو بقيت كل عمري أتحدث عما قدموه لنصرة الدين ونهوض الأمة على جميع الأصعدة سينتهي عمري ولن أكون قد تحدثت إلا عن جزء يسير، وهو غيض من فيض. فدور أهل المغرب في الجهاد والرباط والفتوحات لا ينكره عاقل مطلع. من نشر الإسلام في أدغال أفريقيا؟ ومن أوصل الإسلام إلى ربوع أوروبا؟ سلوا روما وبرلين وإسبانيا وباريس وبلجيكا وهولندا. من أسس فيها المراكز الدعوية والمعاهد الإسلامية وحتى المقابر الإسلامية؟ ستجدهم أهل المغرب. أرض المغرب أنجبت علماء برعوا في كل المجالات، منهم العلماء والفقهاء والأدباء والأطباء. أنا حينما يذكر المغرب لا يأتي في بالي إلا مجاهدوها وعلماؤها. أذكر أمير المسلمين يوسف بن تاشفين حاكم دولة المرابطين، وأبو يوسف يعقوب المنصور المراكشي، ومحمد عبد الكريم الخطابي ذاك المجاهد الذي أذل المستعمر الغاصب. أنا لما أذكر المغرب أذكر علماءها، أذكر ابن بطوطة الطنجي وابن البناء المراكشي والنحوي أبو علي القالي والفلكي الحسن المراكشي والقاضي عياض فقيه الإسلام وابن الطيب الشرقي وابن غازي الفاسي والأديب والشاعر ابن مدينة فاس محمد بن إدريس العمراوي والمحدث المفسر ابن رشد السبتي والشيخ الرحال محمد تقي الدين الهلالي والشيخ العلامة المحدث عبد الحي الكتاني الذي بلغت مؤلفاته أكثر من 250 مؤلف، والكثير من المحدثين، وعلى رأسهم الشيخ المعمر عبد الرحمن الكتاني والشيخ محمد أمين أبو خبزة والشيخ محمد البقال الطنجي والشيخة المجيزة كنزة بنت محمد المهدي الكتانية وغيرهم الكثير. هؤلاء هم أهل المغرب الذين أعرفهم. أنا أنظر لأهل المغرب فأجد العلم والصدق والعطاء والحب والإخاء، وغيري يبحث عن شيء آخر يحتك بأناس آخرين فهذا شأنه. يقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. نحن نعرف بلد المغرب وأهلها، بلد كله حضارة وكله تاريخ وكله علم. لو نطق الجدار في المغرب لنطق حضارة، ولو نطقت الطرقات في المغرب لنطقت تاريخا، ولو نطق الورق في المغرب لنطق علما. يكفي أن المغرب تحتضن جامعة القرويين بمدينة فاس، وما أدراكم ما جامعة القرويين؟ هي أقدم جامعة في العالم بحسب اليونسكو، فقد بنيت في منتصف القرن الثالث الهجري، وما تزال إلى الآن تخرج العلماء والفقهاء وذوي الشأن الكبير. فليعلم كل مدع للثقافة والعلم وكل مفاخر بشهادته العلمية أو رتبته الأكاديمية، فليعلم أن في رقبته دين للمغرب. فهذه الجامعة هي أول مؤسسة علمية اخترعت الدرجات العلمية، فلها كان السبق.
وهي كانت حاملة المشعل، ومنها انطلقت البارقة الأولى. فإن تعجبت من الأولى فتعجب من الأخرى، بأن من شيدها سيدة مغربية هي فاطمة الفهرية. فالمغرب رجالها رجال دين وخلق، ونساؤها نساء عفة وفضل. لو أنك نظرت للنساء المغربيات لوجدت الكثير منهن عالمات فقيهات حافظات لكتاب الله، يحملن أعلى الشهادات في العلوم الشرعية والأدبية والطبية، وكذا العلوم العصرية. لو أنكم ترون النساء المغربيات الشريفات العفيفات هنا في أوروبا في هولندا بزيهن الحشيم الستور، وهن يتهافتن إلى المساجد وحلق العلم، ويتوافدن على الدور القرآنية لتعلم القرآن وحفظه، والله إن أهل المغرب أهل كرم وطيبة وحفاوة مع الغريب قبل القريب. أزعجون بالحديث عن أهل الفساد في المغرب، وما حدثون عن أهل العبادة والفضل والعلم والكرم. وفي ختام هذه الكلمة لي نصيحة لمن ابتلوا بالفساد والمجاهرة بالذنوب والمعاصي: لا تسيئوا إلى شعوبكم بفعلتكم تلك، فتلك شؤم المعصية، فإذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا. فئة قليلة شاذة تجاهر بالمعصية تجرئ مفلسا لا يسوى فلسا أن يسيء إلى أمة فاضلة بأكملها. حياكم الله يا أهل المغرب، تساميتم عن كل مسيء، فسهام الباطل لا تجد طريقها إلى نفوس أهل الحق. الله يتولاكم، وما كان الله ليضيع أجر المحسنين.